اوكي، بيبدأ الفيلم ان في وباء فظيع ضرب المدينة وحول ناس كتير لزومبي، وكان الزومبي اللي اتحولوا دول ما كانوش نوع واحد، كان في منهم الزومبي العاديين وفي الزومبي العظماء، ودول الاقوياء جدا واللي حالتهم بقي ميؤوس منها خلاص، وبياكلوا اي حاجة لما يحسوا ان القلب لسه في نبض شغال. وكان كل الزومبي اللي اتحولوا عايشين في المطار، ولما جاعوا قوي قرروا انهم يروحوا للمدينة علشان ياكلوا شوية بشر وكده. في المدينة بقى كانوا بيجمعوا متطوعين علشان يعدوا السور، ويقرروا يجمعوا مؤن علشان خاطر المصادر بتاعتهم والاكل بتاعهم ابتدى يخلص. وكان من ضمن الناس اللي هيطلعوا المهمة الخطرة دي بيري وجولي، ودي كانت بنت قائد الجيش. وفعلا بيطلعوا المهمة، ووسط ما هم في المهمة بيجمعوا المؤن يتفاجئوا ان الزومبي جايين المكان، وكان من ضمن الزومبي دول ار اللي بيعجب بجولي من اول نظرة. وسط ما الكل كان خايف كان بيحاول بيري يخلص على ار، ولكن ار بيقدر عليه ويوقعه، وكمان اكل دماغه، وبالطريقة دي انه اكل دماغه هيقدر يحصل على كل ذكريات بيري وافكاره ومشاعره. فقدر ار يشوف ذكريات بيري ان هو كان بيحب جولي جدا وليهم ذكريات كتير مع بعض. ويروح ار لجولي بس ما بيرضاش ياكلها، بل بالعكس بيحط على وشها دم منهم علشان تبقى ريحتها زيهم، ومحدش من باقي الزومبي يكلمها ويسيبوها. وكمان بياخدها معاهم للمطار، والباقي بيفكرها واحدة منهم وما بيرضوش يأذوها خالص، وبيطلعها معاه الطيارة، وده المكان اللي كان ار بيعيش فيه، وبيوعدها في الطيارة انه مش هياكلها وهيحفظها في امان بعد ما عرف ينطق كام كلمة بعد ما اكل دماغ بيري. وكان ار بيتعرف على جولي اكتر كل ما ياكل من دماغ بيري اللي كان شايل باقيها في جيبه، لانه بكده بيسترجع ذكرياته. وشاف ذكريات بيري مع جولي، وابتدى كمان ار يحسس جولي بالامان عن طريق انه ادالها بطانية وقت ما كانت بردانة، وشغل لها مزيكا كمان، ووعدها انها هتعيش في امان. والأول مرة من وقت ما ار اتحول لزومبي وهو بيبص على جولي حس ان قلبه بيدق، واتفاجئ جدا باللي حصل ده. واليوم بيخلص وبيناموا في الطيارة هما الاتنين، وبيصحوا علشان جولي تلاقي ار باصص لها زي ما انتوا شايفين كده، وبتقول لي يا تمشيني يا تاكلني علشان انا جعانه وعلى لحم بطني من امبارح. فيوافق ان هو ينزل عشان يدور لها على اكل، ومجرد ما ار ينزل علشان يجيب لجولي اكل بتقرر انها تهرب، ولكن للاسف بتتفاجئ ان في زومبيز بتتجول في المكان، وابتدوا كمان يشموا ريحه انسان في المكان، وابتدوا يدوروا عليها لحد ما يجي ار وينقذها على اخر وقت، ويقول لها تمثل بانها واحده منهم، وقدروا فعلا يفلتوا منهم. وفي الاخر بيلاقوا اكل، وكمان بيجيب لها مشروب مع الاكل. فجولي بتقول لار زي ما عرفت تجيبني لحد هنا ما تروحني كمان. فهو علشان غرقان في الحب يا عيني قال لها مش هينفع ومش هتبقي في امان، ولازم تقعدي كمان كام يوم علشان انا خايف عليكي. وقت ما هم بيفكروا ازاي يقضوا الوقت اللي هم قاعدين فيه مع بعض، قرروا ياخدوا العربيه وتعلم جولي ار السواقه ويلفوا بيها حبه حلوين في المطار. وعرفت كمان جولي ان ار بيحب يجمع الحاجات، ومن ضمنها اسطوانات الاغاني، وابتدوا يدوروا على حاجات تانية يقضوا بيها الوقت بانهم يلعبوا حبة، جولي تقرا حبة، وكانت بتستكشف الحاجات اللي كان ار بيجمعها في الطيارة. وفي يوم وبعد ما كانت نايمة في الطيارة فجأة بيبص ار لقاها اختفت، فهو بيدور عليها لقي الزومبي كلهم ملمومين حواليها وبيحاولوا ياكلوها، فطبعا بينقذها منهم وبيهربوا هما الاتنين. بس المشكلة ان هما بيقابلوا الزومبي العظماء اللي قلنا عليهم في الاول، ودول بياكلوا اي حاجة بيحسوا ان قلبها بينبض، ولكن صديقه بينقذهم على اخر لحظة. نسيت اقول لكم ان الزومبي ده صديق ار جدا، وده صديقه الوحيد من بين كل الزومبيس اللي في المطار، وبيركبوا معاه علشان يهربوا. وبعد ما بيوصلهم بيلاقوا زومبيز كتير قوي متجمعين، فبتخاف جولي وبتمسك ايد ار. وباقي الزومبيز لما شافوا اللي حصل ده فعلا يكادوا من فرط الرومانسيه يذوبوا ويسيبوهم يعدوا من وسطهم، وبعدين يرجعوا المطار مكانهم ويبصوا في الصور على الحيطان ويلاقوا نفسهم بيسترجعوا ذكريات، وقلبهم بيبتدي ينبض لاول مره من بعد ما تحولوا من زمان. جولي وار بقى بيهربوا بالعربية ويقفوا في الطريق علشان جولي قاعد جدا وبردت كمان، وبيناموا الليلة في البيت. وفي الليلة دي يعترف لها ار بانه اكل حبيبها بيري، والاول مرة برضو بيقدر ينام وينعس وكمان يقدر يحلم. بس للأسف بيقوم من النوم علشان يلاقي جولي هربت بالعربية علشان ترجع للمدينة علشان تبقى في امان هناك.
ووسط ما ار زعلان وبيهيم على وجهه لأول مرة يبتدي يحس انه بردان، وبيقابل كمان صحابه وبيحكوا له على الذكريات اللي شافوها وافتكروها، وبيكتشفوا كلهم انهم بيتغيروا وبيرجعوا تدريجي طبيعيين من جديد. فبيقرر ار انه لازم يعرف جوليت بده، وطلب منهم انهم يساعدوه وكلهم وافقوا طبعا. وقدر ار علشان هو محتفظ بذكريات بيري في دماغه ان هو يدخل المدينة ويتخفى وسط الناس علشان يدور على جولي ويشرح لها اللي حصل وبيحصل، وانهم ازاي ابتدوا يرجعوا ويحسوا وقلبهم ابتدى ينبض من اول وجديد تاني. وفعلا بيوصل لبيت جولي في الوقت اللي كانت جولي بتحكي فيه لصاحبتها قد ايه هي بتفتقده، وفعلا بتطلع له وبيحكي لها انهم بيتغيروا ويدخلوه البيت هي وصاحبتها ويعملوا له ميك اب علشان ما يبانش ان هو زومبي، ويقدروا يمشوا بيه وسط المدينة علشان توصل لوالدها اللي هو قائد الجيش اللي قلنا عليه في الاول، عشان يعرفوه بكل اللي بيحصل وانهم بيرجعوا تاني للحياة. ولكنه ما بيصدقهاش وكان هيقتل ار، ولكن صاحبتها بتهدده على اخر لحظة لو قتل ار هتقتله، علشان يهربوا منه جولي وار على اخر لحظة ويوصلوا للنفق ويتفاجئوا بكل الزومبي الطيبين مستنيينهم هناك علشان يساعدوهم. فرحوا جدا طبعا لما شافوهم، بس للاسف بيتفاجئوا ان الزومبي العظماء كمان وصلوا لهم وكمان بيهاجموا المكان. فالزومبي الطيبين يقولوا لار وجولي اهربوا انتوا بسرعة واحنا هنعطلهم على قد ما نقدر. الجنود بتوع المدينة بقى كانوا عرفوا ان الزومبي جايين ناحية المدينة فطلعوا علشان يحاربوهم. فوسط ما هم بيحاربوهم اتفاجئوا ان الزومبي الطيبين بيساعدوهم وبيهاجموا بيحاولوا يخلصوا على العظماء معاهم. في الوقت ده كان جولي وار بيهربوا، ولكن للاسف لقيوا انهم محاصرين من كل الاتجاهات بالزومبي العظماء، مفيش طريقة ممكن يهربوا بيها غير بالطريقة دي. وهم في المية بقى ابو جولي يضرب طلقة بالمسدس على ار علشان كان خايف على بنته، بس بيتفاجئوا انه بينزف وكمان حاسس بالألم، وبيتأكدوا من انهم بيرجعوا للحياة. وينبه ابو جولي على كل الوحدات ان الوضع اتغير واداهم اوامر ما يقتلوش ولا واحد من الزومبي الطيبين، واتحدوا الزومبي الطيبين هم والجيش في قتل الزومبي العظماء وخلصوا عليهم كلهم. وبينتهي الفيلم بان الزومبي الطيبين ابتدوا يرجعوا للحياة مع البشر، والبشر قبلوهم وسطهم وابتدوا كمان يعملوا الحاجات الحلوة اللي كانوا ناسينها وابتدوا يفتكروها حبة حبة وبس. وبينتهي الفيلم بان جولي وار عايشين مع بعض حياة سعيدة هما الاتنين. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وعرفونا الافلام اللي نفسكم نلخصها لكم، واشوفكم في فيلم جديد وملخص جديد. سلام.